السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد معانا تلقيح من الجدي البور الأصلي ب 500 جنيه مقابل الرعاية والأكل فقط. زي ما احنا شايفين معانا الخلطة الكيلو أبو جنيه، وهنتعرف مع بعضنا دلوقتي الخلطة الكيلو أبو جنيه وبنعملها ازاي بالظبط. تعالى معانا. هنعمل الخلطة اللي الكيلو واقف فيها بجنيه، واعرفك كل حاجة ان شاء الله. الخلطة دي وداع لغلاء العلف، تمام؟ والخلطة دي عامة معانا مفيدة جدا، وهعرفك برضو الفوائد بتاعتها والمعادن والفيتامينات اللي موجودة اذا كان في البطاطا بتاعتنا او في البتنجان زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ دي الخلطة اللي احنا هنعملها ان شاء الله للماعز معانا. دي واقفة علينا بكام يا عم احمد؟ الخلطه دي واقفه علينا بجنيه، وساعات بتقف ب 90 قرش، وساعات بتقف ب 80 قرش، وساعات بجنيه وريال. يعني هنقول المتوسط بتاعنا جنيه. بتجيبها جنيه ازاي يا عم احمد؟ بنزل عند اي حد بتاع خضري، تمام؟ بقول له اي حاجه عندك بجنيه ابعتها لي. عندك بتنجان بجنيه، عندك بطاطس بجنيه، عندك بطاطا بجنيه، اي حاجه ابعت لي. اي شوالين 3 4 شويه عندك الكيلو بجنيه ابعته لي، تمام؟ يبقى انا كده باكل خضره. طيب بعملها ازاي وبضيف عليها ايه عشان تبقى علفه مفيده للماعز وتزود معايا اللبن وتزود معايا الانتاج وتخلي الحاجه بصحه عاليه طول الفتره اللي انا شغال بيها، تمام؟ وركز معايا عشان تعرف البطاطس فيها معادن ايه وفيتامينات ايه، وده اللي انا هشرحه معانا، وازاي بضيف الحاجات دي معايا في قلب الخلطه. عشان ما اطولش عليك، ازاي انا باكل الحاجات دي للماعز بتاعتنا وازاي بتبقى علفه كامله متكامله، تمام؟ اول حاجه انا معايا مكنه زي دي، تمام؟ وهنشرحها ان شاء الله في فيديو قادم ونقول بنعملها ازاي، تمام؟ انا اول دلوقتي هدور اهو اشتغلت معانا. بمسك الجنيه زي كده من هنا برضه زي ما احنا شايفين بطاطا. اي حاجه بحطها عامه بتفرق معايا. هنا بتنجان، بطاطا. انا كده كده هكلمك على العلفه اللي انا شغال فيها. معانا بصل، ركز معايا اهو. معايا برضو توم زي ما احنا شايفين اهو. يبقى ضفنا بصل، توم، بطاطا، بتنجان، تمام؟ اي حاجه بحطها هنا طبعا زي ما احنا شايفين. احنا هنا اهو ضربنا الخلطه بتاعتنا كلها في بعضيها، تمام؟ هجيب شويه ملح معايا، وانا عايزك تركز معايا عشان هقول لك كل اللي انا بعمله ده ايه فايدته بالظبط. يعني انا هقول لك الملح فايدته ايه للقطيع بتاعنا، تمام؟ ملح طعام اهو، بضيف ملح طعام، حلو الكلام، وبضيف شويه شطه. معايا شطه اهي، تمام؟ شويه شطه برضه. الشطه دي عشان تسخن جسم الحاجه. احنا دلوقتي المغرب، فانا بنيم الحاجه، فبنيم الحاجه دلوقتي بديها شطه. دي ليه شطه؟ الشطه بترفع معايا الحراره بتاع جسم الحاجه، ده رقم واحد. رقم اتنين برضو الملح مليان صوديوم مليان معادن، بيرفع معايا الحراره بتاعه جسم الحاجه، فمن هنا الحاجه تنام معايا دفيانه، تمام؟ وهعرفك ده كله اللي انا بركز على المعادن بالليل. لما نيجي بالليل بركز على المعادن، وهقول لك الكلام ده ليه. الصبح بركز على الفيتامينات، وهنقول بنضيف الفيتامينات ازاي برضو عن طريق الاكل. مش هنحط ادويه دلوقتي خالص، انا شغال معاك اكل بس. عرفنا؟ حطينا بصل، تمام؟ واقول لك المعايير بالظبط. بصل، بطاطا، بتنجان، توم، شطه، ملح، حلو الكلام ده كله. لما اجي احط لك، لما اجي نتكلم عنه الفتره الجايه وهعرفك اصل اللي انا بعمل ده كله ليه، هعرفك ان كل الحاجات دي بتحتوي على معادن اكتر.
والمعادن بتسخن جسم الحاجه بالليل، فانا محتاج ارفع كفاءه الحراره بتاعه الحاجه بالليل عشان تبقى دافيانه طول الليل. والحاجات دي كلها مفيده، وهنتكلم على حاجه حاجه ان شاء الله. زي ما احنا شايفين معانا الخلط هنا اهي، خلاص احنا كده ضربناها. معلش بس الليل ليل معانا واحنا بنعمل الفيديو. كده معانا الخلطه ام جنيه. الكيلو واقف عليا كده بكام؟ الكيلو كده واقف عليا بجنيه بالظبط. يبقى انا وفرت معايا بعلفه مظبوطه فيها حديد وفيها كل المعادن وفيها كل الفيتامينات بكام؟ بجنيه. وهنتكلم ان شاء الله على الخلطه بتاعه الصبح ان شاء الله في فيديو تاني عشان اعرفك المعادن بتتحط امتى والفيتامينات برضو بتتحط امتى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.